السلام عليكم، كيف الحال؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير. ومرحبا بكم في الجزء الثاني. غنكملوا القصه ديال سيدنا ادم عليه السلام. حكينا البارح على القصه ديال كيفاش اول مره خلق ربي سبحانه وتعالى ابونا ادم عليه السلام، شنو الفرق بين النبي وبين الرسول، وشنو كيفاش بدات العداوه ما بين الانسان وما بين الشيطان. وقلت لكم مجموعه من الاسئله وقلت لكم غنجاوبكم عليها اليوم ان شاء الله. هي ديال واش بصح بونا ادم هو اللي خرجنا من الجنه ولا امنا حواء؟ واش بصح امنا حواء ضلعه عوجه؟ وكيفاش تخرجات وكيفاش تخرجوا من الجنه؟ واش وقع؟ ومجموعه من الاسئله. فنكملوا القصه ديالنا ان شاء الله. قلنا انه الله سبحانه وتعالى خلق ابونا ادم الجسم ديالو، ماشي الجسم ديالو بحال هكا، ماشي باللحام وهذا الشيء، وانما بحال صوروا من طين من صلصال من حماء مسنون. حطوا وراه ملي كندير بحال هكا، حيت الانسان ما كانش بحالنا. الانسان كان كبير على ما وصفوا هذاك الدكتور وبزاف ديال العلماء وهذا الشيء. بحال قلنا 60 قدم، 60 قدم بحال قلنا 40، ما داكشي كثير ما نقدرش نوصفوا لكم. بحال مدينه بنادم كان كبير بزاف. فتخيلوا معايا، ما نقدروش نتخيلوا الجنه وجهنم وداكشي، ما نقدروش نتخيلوا، ولا الانسان كيفاش كان كبير وكيفاش كان خطوات من كيلومترات وكيلومترات في الانسان الواحد. فقلت لكم لما شافوا الشيطان قال لهم هذا هو المخلوق اللي غادي يخلفني في الارض، وهي فين دار صبعو في الكرش ديالو ولا عندنا هذا البوط هذه. واش بصح ولا لا؟ الصراحه ما عرفتش، ما متاكداش. غير قال هذاك الدكتور السيد محنك زعما ضابط شغله. المهم علينا، من بعد واحد المده سنوات في الجنه، ماشي بحال السنوات ديالنا، غير مده طويله، ابونا ادم عليه السلام بدا تيحس بالملل، بدا تيحس بالقنطه، لانه بوحدو هو عنده الجنه. الحمد لله ما غاديش نقطع الداتسه يرحموني الله. بدا كيحس بالقنطه وبدا كيحس بالملل، لان الانسان خلق ربي سبحانه وتعالى باش يكون اجتماعي، باش ما يعيش بوحدو. واخا الجنه فيها كل شيء، اي حاجه تخيلوها وما تخيلوهاش، الا ان الانسان ما يقدرش يعيش بوحدو، فدائما خاصو الونس. وهذا الشيء علاش كنلقاو في القران وخلقنا لكم من انفسكم وحنا جايين لا ازواجا لتسكنوا اليها، فيها السكينه وفيها الرحمه وفيها الالفه. الانسان ما يقدرش يعيش بوحدو. فلما كان تيحس براسو بوحدو، الله سبحانه وتعالى خلق ليه واحد النهار وهو بونا ادم عليه السلام هو ناعس، خلق ليه من الجنب ديالو الايسر امنا حواء، خلقها ليه من هاد الضلعه اللي عندنا هنا في اليسر. وهاد الضلعه كيفاش دايره؟ وهنا ملي غادي نشرح لكم كيفاش علاش المغاربه ديالنا تيقول لك تخلقيتو من ضلعه عوجه. فلما كان ابونا ادم عليه السلام ناعس على جنبه اليسر، حنا عارفين شنو كاين في الجنب اليسر، فاق فلقى حداه امنا حواء. امنا حواء منين تخلقات؟ فعلا من تحت هاد الضلعه العوجه اللي مايله هنايا، واللي كاين تحت منها القلب. شنو الحكمه عند الله سبحانه وتعالى من انه رب خلق ليه امنا حواء من هذه البلاصه هذه؟ هي كاينه بزاف ديال الحوايج. هاد الضلعه اللي عندنا هنا في هاد، بغيت نبان لكم هاد الضلعه اللي في النص هنا، الا شدينا الهيكل العظمي ديال الانسان غنلقاوها دايره بحال هكا ومقعره. هذاك العظم هذاك الا شديناه، الا فورسينا عليه بحال هكا ضغطنا عليه غادي نهرسوه، وإلا حليناه مزيان اكثر من القياس غادي نهرسوه. فاذا خاصنا نعرفوا نتعاملوا معاه. علاش؟ لان عنده اهميه. شنو الاهميه ديالو؟ الاهميه ديالو انه هو ربي خلقه هكاك مقوس باش يحمي لنا واحد العضو اللي هو اهم عضو في الجسم ديال الانسان، اللي هو القلب. القلب اللي كاين في اليسار. القلب لو انه دار ليه هكا عظم غادي يضرو، لو انه دار افقيا عرض غادي يضرو. فهاد التقعيره هذه باش كتحمي لنا هاد القلب. هذه الحاجه الاولى. هاد القلب، هاد العضو اللي خرجات من حداه امنا حواء، عنده تعامل خاص. هاد القلب الا خرجتيه من بلاصتو وضغطي عليه مشى طرطقو، وإلا رخيتيه غتأذيه، وإلا رميتيه هملتيه غتأذيه. فهو خاصو تعامل خاص. اذا القلب اللي في الجانب اليسار عنده تعامل خاص، والضلعه العوجه اللي دايره به عندها تعامل خاص. وداكشي علاش ربي خلق المراه من تما اللي خاصها تعامل خاص. فرصتي الا ضغطتي عليها كتكسرها، رخيتيها وما ديتيهاش فيها كتكسرها. عندها التعامل ديالها بوحدها وعندها قيمه بوحدها. وهادشي تيقولوا لنا خلقيتو من ضلعه عوجه. حنا ما خلقيناش من ضلعه عوجه. هذا هو المعنى ديال الضلعه العوجه. وهذاك التعامل الخاص هو علاش كيسميونا بحال هكا. وربي ما جاش وخلقنا بحال هكا
اولا عطانا تعامل خاص ولا صافي. هاد جوج اعضاء بالعقل الانسان غيقول ضعافين هشاشين. شنو هو هاد العظم اللي ما ندير ليه هكا غنكسرو، ما ندير ليه هكا غنكسرو؟ وشنو هو هاد العضو ديال القلب اللي الا شديتو غير بالجهد وزيرت عليه يدي غادي نقتلو؟ اي بورتون اولا بالمعنى، رغم انهم تيبانوا ضعافين بزاف الا انهما اقوى حوايج عندنا في الجسم ديالنا. القلب الا وقف الجسم كامل، مشات الحياه. الى غير حزن مشات الحياه. هذاك العظم الا ما كانش صحيح مشى القلب اللي هو الحياه. فاللي بغيت نحاول نبسط لكم هذه الفكره، هذه الحوايج اللي كتبان لنا هي الاضعف ربي خلقها لنا هي الاقوى في الجسم ديالنا. وهكاك المراه خلقت من تحت ديك الضلع العوجه من حدا القلب اللي هو عضو كيبان ضعيف، وراه هادشي علاش كتبان المراه ضعيفه بزاف، ولكن واقع الحال انها قويه جدا. خلقها ربي سبحانه وتعالى باش تونس وباش تعطي القوه لسيدنا ادم او لابونا ادم عليه السلام. في الضعف ديالها كاينه القوه. والمراه في ايامنا هذه غتبان لكم اضعف ما يكون، ولكن الرجل اللي جاء من الصلب ديال ابونا ادم عليه السلام ما يقدرش يكتسب القوه ديالو الا من هذا العضو، من هذا الكائن الضعيف اللي هو المراه. ما عرفت واش فهمتوها ولا لا؟ فلما تيقولوا علينا ضلع عوجه بهذا المعنى، فهما تيغلطوا الدين وتيعطيو افكار اللي هي غلطه. المراه ماشي ضلع عوجه لانها معكسه ولانها، ها هو علاش حاولوا تفهموها. انا مزيان بغيت نقول لكم هذه الفكره هذه. وكاين بعض الناس استغلوا هذه القضيه ضد المراه، الله يسمح لهم، مع ان المراه كرمها الله سبحانه وتعالى من بدايه خلقها، خلقها باش تكمل ابونا ادم وباش تونسوا وباش دير معاه الذريه وباش يعمروا الارض حتى ليومنا. وهي اللي وصى عليها الرسول عليه الصلاه والسلام رفقا بالقوارير، ما نصش على الرجال. وكاينه حوايج اخرى واحاديث اخرى، وهي اللي عطيها ربي صوره سميتها صوره النساء ومعززها ومكرمها. فهذه كانت بين قوسين. نرجعوا للقصه ديال بونا ادم عليه السلام وامنا حواء. دابا ولاو جوج في الجنه. فربي سبحانه وتعالى قال لهم كلوا واشربوا ديروا اللي بغيتوا في الجنه. الجنه قلت لكم فيها حوايج ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا استوعبوا العقل ولا استوعبوا القلب. شي حاجه اللي ما غاديش نقدروا حنا كبشر نستوعبوها. فيها كل شيء اللي يطيح لكم على البال واللي ما يطيح لكم على البال. فربي سبحانه وتعالى قال لهم خذوا اللي بغيتوا، ديروا اللي بغيتوا في هذه الجنه، الا هذه الشجره ما تقربوش ليها. بقى بونا ادم وامنا حواء عايشين هكاك بخير وعلى خير، ما كاينش مشكل. ما نساوش ان ربي رغم انه كان غاضب على ابليس الا انه هو ما طردوش من الجنه، ولكن هبطوا لواحد الرتبه قل، بحال قلنا شي عسكري ديغراديتيه هبطيه من الرتبه ديالو رتبه قل منه. هذه فيها اهانه وفيها هكا كضر العسكري. فهكا وقع لهذاك الشيطان، هبطوا لواحد الرتبه قل من ديك الجنه اللي عايش فيها، ولكن ما خرجوش منها. فهاد النقطه هذه استغلها ابليس لعنه الله. بقى كيدور على بونا ادم كل مره وتيوسوس ليه باش يمشي ياكل من ديك الشجره اللي منعهم منها الله سبحانه وتعالى. وهنا غنجيو نجاوبوا على السؤال، واش امنا حواء هي اللي خرجتنا من الجنه؟ واش بصح حقا كانت كتشوف في الماء وقال لها باش تكوني انت اجمل وحده؟ واش بصح قال لها شوفي راه راجلك بغى يتزوج عليك؟ هذه كلها غير اسرائيليات وقصص حكاوها بعض الناس اللي ما فاهمينش الدين وتيبغيو يأذيو الدين. القصه الحقيقيه شنو هي؟ هي ان ابليس الشيطان بقى تيدور وتيوسوس لبونا ادم كل ساعه، كل فين ما جاتو المناسبه. وباش كيوسوس ليه؟ مشى ليه النقط ضعف ديال الانسان. ابليس هذا الشيطان عارف ان الانسان عنده نقطتي ضعف هما اللي صعب بزاف: حب الخلود وحب الملك. الانسان بطبعه طماع، كيبغي الملك، ما عمره ما تيشبع من الملك ومن الجاه وتيبغي الخلود، ما يكرهش يعيش في هذه الدنيا واخيرا ما عمره ما يموت. فهو دخلوا من هاد جوج النقط هادو، من هاد جوج نقط ضعف، وبقى تيقول ليه كل مره تيوسوس ليه: شوف الا كلتي من ديك الشجره راه علاش منعك منها سيدي ربي؟ لان فيها الخلد وفيها الملك. اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا حتى لواحد النهار غادي يقتنع. فلما اقتنع وكان منها هو امنا حواء فظهرت سوءاتهما. هما كانوا لابسين لباس الجنه. لباس الجنه كيفاش داير الله اعلم، كيقول لك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه. المهم كانوا مستورين. فلما كانوا من داك الشجره اللي في الجنه اللي منعهم منها الله سبحانه وتعالى، ظهرت سوءاتهما، بانوا تعراو ما بقاوش لابسين، فطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنه. تخلعوا، لان الانسان اللي تيكون فيه الحياه وتيتعرى تخلعوا، فبداو تياخذوا ورق الجنه وتيدوروه عليهم. وهذاك ورق الجنه هو اللي غنعرفوا من بعد اللي باقي عندنا في الارض دابا عايش معنا فيه واحد الطيب وفيه غنتفصلوا فيه ان شاء الله. وهنا غضب عليهم الله سبحانه وتعالى وقرر انه يعاقبهم وانه يخرجهم من الجنه. فلما سول بونا ادم قال لي علاش درتي هذا الشيء؟
الحجه ديال بنا ادم عليه السلام شنو كانت؟ قال ليه راه الشيطان حلف ليه. ما كتتوقعش انت شي واحد غيحلف لك بالله سبحانه وتعالى. قال ليه شوف، قاسمهما، حلف لهم ان ربي منع عليهم ديك الشجره على قبل الخلد وعلى قبل الملك. قلت غنكمل لكم في بلاصه اخرى. قلت ان لما ربي سبحانه وتعالى سول ابونا ادم عليه السلام، قال لي علاش انت عارف ان الشيطان هو عدو لكم، وقلت لكم هذا راه عدو ديالكم، ما عمرك ما تثق فيه، علاش تبعتيه؟ زعما عندك كلشي في الجنه، علاش؟ قال ليه راه حلف ليا. لان الانسان صراحه ملي كتكون زعما غير بالمنطق، انا كاع ماشي مثلا ماشي نبي ولا اي واحد فيكم دابا مثلا عنده واحد الفطره مع سيدي ربي، واحد العلاقه مع سيدي ربي، غيقول لك الا حلف ليا بنادم السلام عليكم ورحمه الله، انا شخصيا لا حلف ليا بنادم صافي، حلفتي ما بقيتيش معايا وليتي مع سيدي ربي، فما بالكم بنبي ابونا ادم عليه السلام وجا عنده الشيطان وعايش في الجنه، ما تخيلش ان غادي يكذب عليه الشيطان. قال ليه راه حلف لنبيك ان هاد الشجره هذه راه ديال الخلد وديال الملك. فهذا هو كان من بين الاسباب. وكانت واحد القصه كان حكاها لنا واحد الاستاذ الله يرحمه في الدنيا والاخره، ما عرفتش واش باقي حي ولا لا، ما عرفتش واش حقيقيه ولا لا، ولكن جميله جدا. قال لك من بين الحوايج اللي دافع بهم ابونا ادم عليه السلام على راسه هو انه هو تيتكلم مع سيدي ربي، شاف فوق العرش مكتوبه لا اله الا الله محمد رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. فقال ابونا ادم عليه السلام هاد الاسم اللي مكتوب هنا، هاد محمد اللي مكتوب، وباقي ديك الساعه ما كاين لا اسماء لا ناس لا والو، اكيد معزته عند الله سبحانه وتعالى مختلفه تماما، باش ربي يكون راه قارنه مع الاسم ديالو وتكون مكتوبه فوق العرش. هو يقول ليه، وهذه ما كنتمنى ما نكونش غلطه في المعلومات اللي كنعطيكم. كنت رايحه معنا واحد الاستاذ الله يرحم ليه الوالدين، قال لي اللهم اني اسالك، وهذه كتكون في الدعاء تعلموها تطلبوا بها الله سبحانه وتعالى، اللهم اني اسالك بحق رسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. فربي من بين الحوايج اللي رأف به عليهم وسامحوا عليهم هو انه سالوا بحق نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا باش غادي يعاقبهم الله سبحانه وتعالى سامحهم، ولكن الشرط انهم هبطهم للارض كاملين، ابونا ادم عليه السلام وامنا حواء والشيطان. قال لهم اهبطوا بعضكم لبعض عدو، يعني من نهار هبطنا وقبل ما نهبطوا كاين العداوه ما بين الانسان وما بين الشيطان. داكشي علاش ما خاصناش نتبعوه، وداكشي علاش ملي كتبعوه واخا كيبين لك انه كيديك في واحد الطريق مزيان، راه كيديك غير الهاويه. فلما هبطوا اشنو وقع؟ فين مشاو؟ واش هبطوا في نفس البلاصه؟ واش تفرقوا؟ اشنو وقع من بعد؟ كيفاش تكسرنا حنا ولينا هكا؟ هادشي اللي غنعرفوه ان شاء الله في الجزء الثالث الحلقه الجايه ان شاء الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله، وما تنساوناش من صالح الدعاء.